رسائل. الشهوة التي تحول بينك وبين القرب من الله فهي لذة ساعة وألم دهر، ولكن كم من أجساد لهت ولعبت الآن تتقلب في عذاب القبور. رسائل. يدني الله تعالى العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه فيقول الله: أتعرف يا عبدي؟ أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: إني قبلتها منك. فيسجد فيقول: ارفع رأسك وعد في كتابك. فيمر بالسيئة فيسود له وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره فيقول: يا عبدي أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله: إني قد غفرت لك. فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد، طوبى لهذا العبد الذي لم يصل لها قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه. رواه البخاري رحمه الله. رسائل. يا من أعرضت عن الله اقترب من رحمات الله، فالله واسع المغفرة كريم العطايا كثير الهبات. ويا من أغرق نفسه بالذنوب والمعاصي لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رسائل. فالله تعالى فوق ما تظن من الرحمة. إن تقربت منه شبر تقرب منك ذراعا، إن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، إن أتيته تمشي أتاك هرولة. كل واحد ينبغي عليه أن يكون عنده شعور يعلم أنه لا أرحم به من الله عز وجل. والله لو أن الإنسان حمل ذنوب هذه الحياة كلها وجاء في لحظة واحدة تائب إلى الله منكسر بين يدي الله يرجو رحمة الله، والله ما يخيبه الله من رحمته. رسائل. وهكذا فما أكثر الآيات والأحاديث والآثار والتي تبعث في النفس الأمل، فهذا الدين عظيم ورحمة الله أعظم. فما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا قتل 100 نفس، وما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا لم يسجد لله سجدة، وما ظنكم برب أدخل الجنة امرأة بغيا بمجرد أنها سقت كلبا ماء. ولكن علم الله من هؤلاء صدق الإقبال والندم والانكسار والخوف منه والذل له فرحمهم برحمته. نسأل الله الكريم من فضله، فهل تصدق مع الله وتقبل عليه أم تتكل على أحاديث الرجاء والأمل بدون عمل؟ وهذا ظن البطالين المفاليس، فإن الله عزيز ذو انتقام كما أنه غفور رحيم.